افعال اراديه طالعه من ابليس. في ناس اختارت الشر، ملوش علاقه بربنا. الشر ناتج من انه الانسان اختار. ببساطة لما الله خلق الإنسان من الأصل في تكوين واحد، الفكرة الأصيلة الأساسية الأصلية، لما ربنا خلق الإنسان قال أنا خلقتهم على شبهي. خلق الإنسان ذكرا وأنثى على شبهي. الله خلق الإنسان وعنده قدرة إنه يختار الخير ويختار الشر. هو كان عارف من الأول إنه في ناس هتختار الشر. ربنا مش عايز حد على فكرة يختار الشر. يعني مثلا أنت قلت لي على موضوع إبليس مثلا، لما تقرأ عنه مثلا في حزقيال 28 أو في أشعياء 14، عايز أقول آيات معينة في أشعياء 14 عدد 12 ل 15. اسمعوا الآيات دي عن إبليس. كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح، كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم. اسمع. وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله، وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي، لكنك انحدرت إلى الهوية، إلى أسافل الجب. بص الأفعال دي، أنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي، أجلس على جبل الاجتماع، أصعد فوق، أصير مثل العلي. كل دي أفعال إرادية طالعة من إبليس. ربنا ملوش علاقة بيها. ربنا لما خلق الإنسان بنفس الفكرة بالظبط، خلقه عنده إرادة وعنده قدرة وقابلية، لأنه إنسان، جزء من إنسانيته إنه إنسان، إنه عنده قدرة وقابلية إنه يختار الخير ويختار الشر. في ناس اختارت الشر، زي ما هتلر مثلا موت 6 مليون واحد، ملوش علاقة بربنا. ربنا مش شر، ده إنسان بإرادته الحرة اللي ربنا خلقه بيها، منه إبليس. وربنا مش عايز حد على فكرة يعمل الشر، مش عايز حد يعمل الشر، بس ما يقدرش يجبر حد إنه يختار الخير بالعافية. أخلاقيا حتى ما تنفعش، عكس إرادته، لأنه خلق إنسان حر، عندك قابلية إنك تختار الخير والشر بإرادتك الحرة، ولو تدخل يبقى أنت مش حر. يعني في التثنية 30 مثلا عدد 19 يقول كده: أشهد عليكم اليوم السماء والأرض قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة. هو بيقول لك هنا فاختار الحياة، بس انت اللي محتاج تختار لكي تحيا انت ونسلك. هو ما يقدرش يجبرك انك تختار الحياة. هو بيقول لك في خير وشر، في حياة وموت. هو مش عايزك تختار الشر، بس ما يقدرش يجبرك انك تختار الشر. لازم انت بإرادتك الحرة، عشان يحترم الصناعة الإلهية اللي هو عملها في الإنسان، انه يختار انك انت تختار الحياة وتختار الخير. هو مش عايز لك شر، بس انت اللي بتختار في الآخر. فالشر جاي او نبعه مصدره جاي من انه الإنسان بيختار انه يعمل شر. ده من الشر اللي ناتج من الإنسان. انا عايز اخد اللي عندك، انا عايز اخد الموارد اللي عندك، انا عايز اخد ارض اكبر. لما يكونوا 2 بارتنرز مثلا، بارتنرز في الشغل او شركاء، وحد يسرق الثاني او حد يظلم الثاني، ده شر، ده ملوش علاقه بربنا. ده انسان قرر انه يصنع شر باخيه الانسان، لانه الله حط الاراده دي وحريه الاختيار عند الانسان. فالشر ناتج من انه الانسان اختار.